الدكتور الجديد وجاي يشوف الحالة وبيلاقيها اللي هي مش مسنة غير المكتوبة عندها في التقارير، ولما بيقول للخدامة ايه التقارير دي بيبان انها عمرها اقل من كده بكتير. بيقول هو ايه اللي حصل ليها، وبعد كده بيفضل يلف في التقارير الطبية عشان يعرف ايه اللي حصل فيها، وبدأ يدقق في كل حاجة وبدأ يلف في المكتبة لفة طويلة لحد ما يعرف ان اللي هي كانت عيلة كبيرة واللي هي عيلة كانت بتتبع ليها معتقدات معينة. بيحاول يعرف ايه السر اللي بيخلي ان اللي هي مش كبيرة، وبعد كده بيلاقي ان في واحد بيبص عليه، ولما بيخرج ويدور عليه مش بيلاقي حد، فالخدامة بتقول له انهي راجل وبتتوه في الكلام لما بيسألها، وبعد كده بيقول لها سيبيني حابة اقعد مع المريضة، وبيقول لها انا عايز اعرف حكايتك، وبعد كده بينقل لنا المشهد للمزة الجامدة دي وهي بتاخد جولة كده بالمركبة بتاعتها علشان ايه تعمل عملية تصفية كده، اه يا تصفية قلب انا. وبعد لفة كبيرة كده في المركب وبعد ما عملت دماغها يعني بتلاقي امها، وامها جاية بتسلم عليها وبتحييها وبتقول لها انا رايحة اكشف، وبعد كده بتاخدها بالحضن وبنعرف ان هي دكتورة المعلمة دي طلعت طبيبة، اه طبيبة قلب انا، وبتحاول تطمن الحالة اللي قدامها لانهم داخلين يعملوا معاها العملية. بتطمنه وبتقول له ان العمليه مش هتاخد وقت كتير وانت كده كده هتخرج متعالج، وبعد كده بتدخل بتلاقي الدكتور ده بياخد مكانه وبيقول لها انا اللي هعمل له العمليه وانت هتكوني المساعده بتاعتي، لكن هي بتجادل معاه وبتقول له ما تنفعش تعمل معاه العمليه لان هو حالته خطيره جدا، وبعد كده بيصر الدكتور ان هو يعمل العمليه وفعلا بيعمل العمليه، ولكن في الوقت ده هما بيتجادلوا الحاله بتدخل في حاله غيبوبه وبيحاولوا ان هم يساعدوه. بيطلع على اللوبي طبعا يعني، وبعد كده بتقف هي وصاحبتها هما بيتكلموا مع بعض، بتقول لها ايه اللي انت عملتيه في اوضه العمليات ده، وايه اللي خلاكي تتكلمي مع الدكتور بالطريقه دي. بتقول لها الحاله كانت خطيره وانا عارفه اللي هي كده كده ما ينفعش تعمل العمليه، وانا جادلت معاها علشان كده انقذ الحاله، والحاله ماتت كده كده. وبعد كده بتودعها وبتقول لها هقابلك بكره، تقابل امها وبتقول لها عملت ايه، امها بتقول لها انا عملت الرسم اللي هو الاشعاعي وطلع اللي انا عندي مرض خطير جدا، فبتتخض عليها وبعد كده بتزعل عليها وبتاخدها بالحضن، واللي هي بتهون عليها وبتقول لها انا هفضل جنبك، وبتاخدها بالحضن وبيبان قوي انها كانت زعلانه، يخرب بيت عينك ده انت جامده للدكتور، وبتقول له على حالة أمها وإنها عايزة تكون قريبة منها في الأيام دي، وهي عايزة تتابع الحالة بنفسها وتستأذن من الدكتور كده، فالدكتور بياخد لها كلام يعني ومش بياخدها على قد الاعتبار وبيقول لها مفيش أي حالة هتطلع. بتقول له بس أنا هنا أنا عايزة أروح لها، وبعد كده الدكتور بنلاقيه بيحاول في حوارات تانية وبيقول لها أنت إيه اللي بيقول لها انت غير مستعده ان انت تتاهلي او تشتغلي مع شريك، وانت كده كده حلو قوي في المركز ده، وانت هتبقى عباره عن مساعده وما ينفعش، كفايه اللي انت عملتيه قدامي في اوضه العمليات، والحاله كانت ممكن ان انا انجدها ولكن انت اتدخلتي وبسبب جدالك الحاله راحت مننا. فبترد عليه وبتقول له انا عايز ادخل مع الحاله، وبيفضل الدكتور يعنفها وبيقول لها كلام يعني سم يعني من الاخر يعني، ولما بتحط تركيزها معاه من الاخر كده بتدخل جوه دماغه وبتعرف من جوه دماغه كده ان في شريان هيتضرب عنده، وفعلا الشريان بيتضرب عنده، والدكتور بعد كده بيتوجع، وعارفين ان اللي باقي الدكتور وحشنا وطلع على اللوبي، وهي فضلت متنحه لانها شافت كل ده قدام. ننقل على طول بقى لديري واللي هو ده، وهي كانت مركزة معاه قوي وباين كده انها بدأت تعجب بيه، وبعد كده بتيجي جدتها وبتفضل واقفة لها وبتنادي عليها، فبتضطر اللي هي تركب معاه العربية، ولكن هي بتزعل ان هو مشى، وجدتها بدأت تعنفها طول الطريق بعد ما تحكي لها الحوار، وبتقول لها مش عايزك تجيبي لي سيرة الراجل ده تاني ولا تتكلمي عنده، ويلا ادخلي جوه وانت مش جوه ومش هتروحي اي حفله. وبتحاول تقول لها ان انا مش قاصر، لكن جدتها كانت واخده القرار النهائي بينها وقالت لها يلا ادخلي جوه وعلى جوه يلا، ودخلت على جوه. وبتبان هنا اللي هي كانت بتكلم حد بالتنوره دي او البروله، وبتقول له ان انا سني كمل العشرة وجدتي مش عايزه تخرجني بره، انا مش عارفه هي ليه بتعمل معايا كده ليه، وانا عايزه اروح اخرج الحفله. وبعد كده بيتقلدها وبعد كده نلاقي المشهد ده اختفى، او الراجل اللي كان بيكلمها اختفى. نتنقل على طول بقى للمشهد للاخت وهي بتكلمها عن الحوار اللي حصل مع المدير وهما لما كانوا مع بعض، وبتقول لها على اللي حصل كل حاجه وبالتفاصيل، وامها بتقول لها كل الحوارات دي كذب وما تدخليش دماغك، وانت كنت يعني تعبانه وانها هي ارهاق، ازاي يعني تدخلي في دماغ واحد وتعرفي اللي هو هيجرى. وهي بتحاول تخلي جدتها تصدقها، لكن هي امها ولا جايه معاها انها تصدقها خالص، وبتقول لها فكك من الكلام ده وركزي في شغلك. كده بتدخل في حالة عصبية ولكنها بتهديها وبتقول لها اهدي كده واطمني، انت كنت مرهقة شوية وخلاص ارجعي للشغل بتاعك وابدأي الشغل من اول وجديد، وخلي بالك انا تعبانة وما ينفعش اتكلم اكتر من كده بكتير. فهي بتقول لها طب انت فاكرة كان صاحبتي وحصل معاها، فبتقاطعها وبتقول لها مفيش حاجة اسمها كده ويلا امشي من هنا، وفعلا بتاخد بعضيها وبتديها الزيارة وبتمشي من هنا. كده امها بتحاول تتكلم مع واحده كده، والواحده دي كانت باينه قوي اللي هي عارفه كل حاجه، وبتقول لها ان انا بنتي قوتها بدات تطلع وبدات تزيد، وعايزين اي حد يحاول يحميها او يامن عليها قبل ما اموت، لان انا خلاص ظروفي وهطلع على اللوبي قريب قوي. وبعد كده روب تاخد بعضيها وبتروح لصديقها، مين صديقها ده؟ المعلم ده، وكانت بتقول له تعالى نخرج انا وانت في موعد، لكن هو بيرفض وبيقول لها انا عندي ساعات اضافيه ومش هينفع اخرج معاكي، وانا عندي وقت اضافي وهيبقى القبض هيزيد. فضلت تبص له وكانت زعلانه قوي.
وبعد كده بتحاول تغيظه، راحت تاخد بعضها على طول وراحت لواحد تاني قدامه قدام عينه، وهي اتفقت معاه انه يخرج معاها على موعد وهو بيزعل. وبعد كده يتنقل المشهد علينا بقى للاخ اللي قاعد ده، وبيدخلوا عليه 3 رجاله، وهنعرف الراجل ده هو عم ديري اللي هي كانت في اول الفيلم وهي صغيره، ودي اللي هتطلع مفاجاه في الاخر. بعد كده بيختار واحد اللي هو يرقص مع بنته، ودي بنته اللي هي خرجت من الحفله من غير ما جدتها تعرف. ودي صاحبتها اتفاجئت قوي انها عرفت تخرج من الحفله، ودي كانت صاحبه امها وبتقول لها انت ازاي عرفتي تخرجي كده. وبعد كده بنقابل عمها وبيقول لها انت لازم تحلي مشاكلك مع جدتك ومع امك، مش هتنفع الحوارات معاكي كده لان الحوارات كترت، وانا هحاول ان انا اجوزك لان انا حاولت ان انا الاقي لك واحد. فهي بتعترض وبتقول له ما ينفعش الكلام ده، واللي انا لسه يعني مش بفكر في الموضوع ده، وانا عايز اخد وضعي كده او الخطوه دي لوحدي. هما بيتكلموا بيطب عليهم واحد، والواحد ده بيظهر القوي انه معجب بيها، وبيقول اللي انا اتراهنت مع اصحابي اللي انا ارقص معاك، وده يطلع انه عمها هو اللي مختاره وقال لها تقدمها. وفعلا بيعرف يرقص معاه، لكن هي كانت رقصها حلو قوي، وطبعا انتوا عارفين عملوا ايه مع بعض. اما ده الراجل ده اسمه ديفيد، واما الديفيد ده كان بيدور على اي حاجه او بيحاول اللي هو يستكشف المكان، ويا ريته ما استكشف المكان لانه ظهرت فيه ذكريات وظهر فيه الراجل ده وهو بيبص له جامد قوي. وبعد ما خلص في اكتشاف المكان راح بعد كده لأمها وكلمها وقال لها الحالة خطيرة جدا، وهنا الذكريات بدأت اللي هي تكتر أكتر وأكتر من الأول، والبيت أنا فيه وأنا مش عارف هعرف أحميها ولا لأ. وفضلت تتكلم وتقول أنا لازم أحميها لأنها قوتها قربت تكبر، لو أنت مش هتعرف أحميها قولها. بيقول لها أنا هعرف أحميها، وبيتنقل المشهد في حوار تاني خالص. المعلم ده، والمعلم ده هو رئيس البحوث والدراسات العليا هناك في الطب عندهم وفي يعني في المستشفى كلهم، يعني يعتبر الكل في الكل. وبدأ يستخف في دمه وبيحكي عن الجهاز الجديد اللي هو بيعالج الأمراض الخطيرة، وخاصة إن لأمها اللي هو يعني مصابة بالمرض ده، وبدأت تروح له وبتتكلم معاه اللي هي ممكن ياخدها أو ياخد أمها وإيه تتعالج عنده، لكن لازم تبقى فيه موافقة، وهي كمان عايزة تبقى هنا شريكة برضه وتبقى دكتورة عادية بدل ما هي مساعدة. فبياخدها على جنبه وبيقول لها هل انت هتقدري اللي انت تقعدي في دوام كامل في وقت كبير؟ فبتقول له انا هقدر اعمل اي حاجة، وبياخدها ويوديها المكتب. وبعد كده بيبداوا يتكلموا مع بعض، وبيقول لها انا الجهاز ده وخدي الطلب ده فيه 30 واحد، ال 30 واحد دول ب 30 جهاز، ما ينفعش يزيدوا ولا يقلوا. فهي بتقول له ما اقدرش هيختار امي على حساب واحد، فبيقول لها ده قرار قرارك وانت اللي لازم تختاري. فبدات اللي هي تقول له لا انا مش عايز اعمل كده وخلاص، تقول له ما اقدرش اختار ام على حساب حد. فبتسيب له بعد كده بقى ورقه التقديم وبتقول له خلاص احنا هنشوف هنعمل ايه، وممكن اللي احنا نحاول نعالجها باي طريقه. وبعد كده بدات تستفزه وبتقول له انت احقر واحد شفته في حياتي، بتختار واحد على مكان واحد، المهم الفلوس عندك والمهم المظاهر. وهو بدا يبص لها وكان منبهر بنفسه، وفعلا بدات تطلع غلها عليه وبدات تشوف شريانه وهو بيتضرب. وبعد كده الراجل وحشنا وطلع على اللوبي، وبعد كده هي تكون متفاجئه قوي شوفوا بتلاقي الراجل طلع على اللوبي، وبتكون متفاجئة قوي. وبعد كده طبعا عارفينه هي بتكون راحت فين، راحت لأمها بتحكي لها عن الموقف وعن الكلام اللي جرالها. وأمها قالت لها بطلي الكلام الفارغ ده، انتي برضه هتقولي دخلت دماغ واحد تاني وواحد تالت واحد رابع، انت ايه حكايتك يا بت ما تقعدي بقى. قالت لها بجد، وفضلت تعيط حبة وراحت واخداها في حضنها وبدأت تطمنها وبتقول لها مفيش أي حاجة بالكلام ده. نرجع بقى لديري، وديري وهي كانت بتحاول انها تنتحر، ولكن بعد كده رجعت في كلامها وقالت انا هروح المكتب لان الراجل طلع لها. وهي كانت رايحه في الطريق للمكتب لقت الراجل وهو بيكلمها ويقول لها ان بنتك دي هتكون ليها قوة خارقة وهتكون ليها حاجة كبيرة قوي في المجتمع، لكن لازم تخليها وتحميها من اي حاجة وانت اللي تربيها. فهي بترد عليه وبتقول له مش هقدر. قال لها طب هقول لك على حاجة، هخليكي تتفرجي على شكل الحقيقي، انا عايزك بس تقلعي السلسلة، خدي الخطوة واقلعي السلسلة وهوريكي انا ابقى مين. وفعلا اخذت الخطوة، ويا ريتها ما اخذت الخطوة يا صديقي. بدأ يقول لها انا هقول لك انا مين. بدأ يقول لها انا مين، انا الشيطان، انا اللي كل حاجة، انا اللي بغير نفسي بنفسي، انا اللي كل الاشكال كلها بتتغير. وبدأت وهي بتتفرج عليه وبتتفرج على شكله وهو بيتغير، وكانت في منتهى الرعب وبتقول انا ايه اللي عملته في نفسي ده، وهي جواها يعني في سرها. وبعد كده بتنقل المشهد وهي فعلا خلفت بنت زي القمر، لكن جدتها اول ما خلفتها راحت واخداها وراحت طالعه، وهي كانت مقهوره جدا على البنت. وبعد كده بتقف لوحدها. اما دي بقى ام اللي ربت روين من الاول واللي هي كانت في بدايه الفيلم. يعني كده عرفنا ان الحلقه الاولى فيها ترابط بين الماضي وبين الحاضر وبين المستقبل التلاته مع بعض. ولما بتسالها هي اسمها ايه قالت لها اسمها روين، واخدتها وبدات تربيها. وبدا الدكتور يشوفها وهي بتحكي الحكايات دي، وبدا يشوف التعويرات، وبدا فعلا يشوف السلسله اللي هي حواليها. وبعد كده بدا يقلع السلسله وراح واخدها وراح حطها على ايديها وقال لها كده كده هنتقابل تاني، وخلي الحاجة دي معاكي ممكن تحتاجيها في أي وقت من الأوقات. بعد كده بتشوف روين وهي في مركب وهي مش عارفة هو إيه اللي جابها هنا أو إيه اللي جابها هنا. وبعد كده وهي دايخة وبتحاول تعرف أنت هي فين، فجأة بتلاقي الوجه ده قدامها بتتأمل فيه. وكده خلص الفيلم. بقى لايك واشتراك في القناة وبس كده.